المدارس دخلت وكل يوم بنحتار في السندوتشات واللانش بوكس، فهنعمل اللانشون البيتي المبهر والاقتصادي. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، ان انا عمري ما اكلت في حلاوه اللانشون ده، اذا كان طعمه او ريحته. مفيش بقى اي ريحه زفاره، مفيش اي ريحه غير مرغوب فيها، وفوق كل ده بقى هو اقتصادي. طعمه هيعجبكم جدا وهيعجب الاولاد، ويكفي ان هو معمول في البيت، مضمون، مفهوش اي مواد حافظة ولا اي حاجة تضر اولادنا ولا صحة اولادنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم اشعار بوصفات الجديدة، وما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو، وعايزة كمان تشاركوني برأيكم تحت في الكومنتات. يلا بينا. قبل ما نبتدي بس شوفوا، شايفين الفراغات اللي في اللانشون من جوه؟ يا جماعة الوصفة ان شاء الله ناجحة معاكم وهتحبوها جدا. يلا بينا نستعرض المكونات. بصوا زي ما انتم شايفين، هي حاجة سهلة وان شاء الله هتبقى موجودة في البيت. معانا 5 بيضات، ومعانا كمان علبة من الجبنة المثلثات او الجبنة الكيري، ومعانا هنا كوباية دقيق هنزود عليها نص كوباية نشا او 3 معالق كبار من النشا. معايا بقى البهارات، معلقة من الثوم البودرة، البصل البودرة، السبع بهارات، الكمون، الكزبرة، معلقة من البابريكا، مكعبين من مرقة الدجاج، ومعانا السر يا جماعة اللي لا يمكن الاستغناء عنه، وهي معلقة من بهارات اللحمة. معلقة من بهارات اللحمة هتوديه في حتة تانية. ومعايا نص كوباية من الزيت، ومعايا كمان فلفل اسمر حبيبات، ومعايا 10 حبات من الحبهان. انا شقها بالسكينه واخده الحبيبات السمراء اللي جوه، والقشر ما ترموهوش ان احنا هنحتاجه. تاني خطوه معانا هنحضر يا اما خلاط او هاند بلندر او كب. هننزل فيها بالبيض، وبعدين هننزل بالجبنه المثلثات او الكير اللي معانا، وبعدين هننزل بكوبايه الدقيق ونص كوبايه النشا والبهارات ونص كوبايه الزيت، وهننزل ب10 فصوص حبهان. كله كده على بعضه في الخلاط. شايفين الطريقه سهله جدا جدا. معانا هنا ربع معلقة من لون الطعام، عايزة تضيفيه تمام، مش عايزة تضيفيه انتي حرة، حاجة ترجعلي، بس عشان يبقى مشابه من اللي احنا بنجيبه من بره بس مش اكتر. هنشغل بقى الخلاط او الكب او الهاند بلندر اللي احنا بنعمله فيه. عايزاكي بس تساعديه، يعني تساعدي الخلاط او الآلة اللي انتي بتعملي بيها بان انتي تديله تقليبه كده، وهتفضلي تضربي لحد ما الدقيق ده يختفي وكل المكونات تتجانس. انا عاوزاكم بس يعني تشوفوا لي السمك وتشوفوا لي التقل. هفضل اضرب لحد ما اوصل للسمك والتقل اللي انتم شايفينه ده. التقل ده معناه ان هو الحمد لله، يعني ان شاء الله الوصفه معاكي ناجحه. اهم حاجه ان احنا نظبط القوام. هنجيب بقى قالب انجليش كيك، كوبايات، علب لبن من هي الفاضيه اللي هي الفارغه دي، الكرتون دي، اي حاجه بقى عايزه تعملي فيها وتشكلي فيها، او بلاستيك راب او كيس حلواني. هتديله دهنه من الزيت. انا عارفه ان انا كل مره بأوفر في الزيت بس انا اكيد ما حطيتش الكميه دي. وبعدين نزلت بقى بالخليط في القالب او البلاستيك راب او اي حاجه بقى وتفر هي معايا ايه. شايفين سمكه؟ شايفينه اصلا بينزل اتقل من قوام الكيك كده. هديله خبطتين بس عشان افرغ كل الهواء واسويه. هديله خبطتين كده، وبعدين اجيب بقى ايه الفلفل الاسمر او الزيتون او ممكن قطع من البسطرمه، اي حاجه متوفره عندك هتحطها فيه. بس الفلفل الاسمر الطب فيهم، لان هو فعليا بيقضي على ريحه الزفاره. انا عايزه اقول لكم، برغم كميه البيض اللي انا حطاها دي مفيش اي ريحه فيه، ومعلقه اللحمه اللي هي بهارات اللحمه اللي انا حطيتها دي خدته كله كده في حته تانية لوحده. صدقوني جربوه، مش هتستغنوا عنها تاني بعد كده. وبعدين هغلفه بقى بالسلوفان. انا حطيت طبقتين علشان انا مش عايزه نقطه ميه ولا اي هوا يدخله وهو بيستوي، لان لو في ميه دخلت ليه هتبوظه. فتأكدي ان انتي قافلاه كويس ومغلفاه كويس. انا كنت حاطه ميه على النار تغلي في حله كبيره. حله لو انت هتعملي في كوبايات لازم تبقى حله طويله، تمام. لكن لو هتعملي زي ما انا كده ممكن تستخدمي الطول بتاع الحله ده كويس جدا. الميه لازم توصل لنص القالب اللي معايا او نص الكوبايه اللي معايا. انا كده كده هسويه على البخار. هضيف في الميه بقى حبيبات فلفل اسمر والقشر بتاع الهيل او الحبهان، مع فصين 2 حبهان. ده بيقضي فعليا على اي ريحه زفاره برضو، او من الحاجات اللي بتساهم انه ما يبقاش ليه ريحه زفاره. هغطي عليه، هحطه على نار هاديه جدا. هياخد معاكي من ساعه لساعه وربع، فسيبيه ساعه وربع، مش هيحصل له اي حاجه في الميه، يستوي. وبعدين بمرور ساعه وربع
هتسيبيه لحد ما يهدى وتدخليه في التلاجة على الاقل ساعتين. انا سبته ليله كامله بصراحه، وبعدين تاني يوم جيت قطعته. بس هي الوصفه كده خلصت اصلا. سهله، بسيطه، مش معقده خالص. وبعد مرور يوم كامل في التلاجة شايفين شكله ولونه، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني فصل اصلا عن القالب، عن جدار القالب، فصل عن جدار القالب. هقلبه بقى واديله خبطتين كده هتلاقيه بكل سهوله فصل معاكي. انا بخزنه ازاي في التلاجة؟ بحطه في اكياس تلاجة او الفه برول ستريتش واعينه في التلاجة. هيقعد معاكي اسبوع، اسبوع وشويه. وصفه سهله اقتصاديه، متكلفتش حاجه، مكوناتها موجوده في كل بيت. ما تكسليش اعمليها، لان اولادنا يستاهلوا افضل حاجه، ويستاهلوا ان احنا نتعب شويه عشانهم. لو انت مثلا امراه عامله في الويك اند هتقدري تعمليهم. واعملي الجبنه برضو في البيت، ما تشتريهاش من بره. احنا بنشتغل ونتعب علشان اولادنا، فما فيش داعي، يعني مش هيحصل اي حاجه لو انا اتكيت على نفسي شويه ووقفت في الويك اند عملت لهم كب كيك وعملت لهم اللانشون والجبنه وكل حاجه، وعندها لهم في الفريزر وطلعتها لهم كل يوم معاهم في اللانش بوكس. استودعكم الله. الفيديو خلص. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم اشعار بوصفات جديده. وعايزاكم تقولوا رايكم تحت في الكومنتات، وعايزين نعمل ايه تاني في سلسله فيديوهات المدارس.